الحديد والصلب دي تقريبا واحده من اصعب الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك، عشان كده تقريبا ما شفتهاش قبل كده او ما سمعتش عنها قبل كده. زي ما انتم شايفين بيتم رفع الحديد الصلب ده عن طريق ونش كبير جدا، لان الحديد ده بيوصل يعني لاطنان، ممكن يبقى 10 طن 20 طن، فدي بتبقى حاجات تقيله جدا جدا جدا، مستحيل ان في بني ادم في الدنيا يعرف يرفعها. فعشان كده بيحتاجوا رفعه او الونش الكبير قوي ده زي ما انتم شايفين، ولازم يكون في مهندس على العربيه عشان يعرف يحركه صح، عشان ما يحصلش اي مخاطر او خسارات كبيره يعني. وزي ما انتم شايفين كده، دي الطريقه اللي بيحاولوا ينقلوا بيها الحديد، طريقه هايله جدا يعني، دي من احسن الطرق لنقل الحديد والصلب. وكمان ما تنساش بقى تصلي على النبي في التعليقات عشان نكسب حسنات كتيره جدا 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 زي ما انتم عارفين بقى طبعا. وبس كده بصوا الحديد بيتنقل ازاي بجد، لما المهندس يكون شاطر، اهم من السواق المهندس. وبس كده بيبداوا بقى يوجهوه في المكان بتاعته، وبجد طريقه عبقريه جدا 100%. بس صلوا على النبي يعني.